تنبأ الثاني هو على فيروس ايبول، وبعد 17 سنة صارت. تنبأ الخامس بهجوم النحل على البيت الأبيض، ويحكي قصة عائلة سيمسون المكونة من هومر ومارج وصغارهم بارد وليزا وماجي. السلام عليكم، معكم دارك في فيديو جديد. في فيديو هذا حندو على عائلة سيمسون وتنبؤاتها اللي صارت في الحياة الواقعية، ويعتبر هذا المسلسل أشهر المسلسلات الكرتونية في التاريخ. فالمسلسل تنبأ هلبة من الأحداث الكبيرة اللي صارت في العالم، وممكن صارت صدفة مش عارف. مطولش معاكم مقدمة، ديروا لايك واشتراك، وهي خليكم مع الفيديو. قبل ما نقولكم على التنبؤات اللي صارت، خلنا نعطيكم نظرة على مسلسل عائلة سيمسون. سيمسون هو واحد من أطول المسلسلات الكرتونية في التاريخ، ويحكي قصة عائلة سيمسون المكونة من هومر ومارج وصغارهم بارد وليزا وماجي، بيتعرضون لمجموعة متنوعة من المغامرات والمواقف الكوميدية. المسلسل يتميز من الشخصيات الفريدة والمميزة. مثال: هومر بو بسيط وطفولي، مارج أم المحبوبة والمثالية، بارت هو الولد المشاغب والمتهور، والبنت ليزا هي الذكية والناجحة في المدرسة، وأخيرا الطفلة الصغيرة. ويشتهر المسلسل بقدرته على التنبؤات ببعض الأحداث المستقبلية، لكن لا يعلم الغيب إلا الله، وهذه كلها مرات جت صدفة. مع هذا يعرض المسلسل رسالة اجتماعية، حيث تداول قضايا اجتماعية وسياسية بشكل كوميدي ومبالغ فيها، مما يخلي عنده شعبية كبيرة حول العالم. وهيك نكون أعطيتكم نظرة وفكرة على المسلسل، وتوا خلينا نقول لكم على التنبؤات اللي صوروها وصارت في الواقع. التنبؤ الأول حول فوز ترامب بالرئاسة. في حلقة عرضت في عام 2000 يطلع فيها شخصية يرى المستقبل، حيث يكون ترامب فاز بالرئاسة ويواجه أزمات سياسية. التنبؤ الثاني هو على فيروس ايبول. في حلقة عرضت عام 1997 يداوي الدكتور هيبرت عن فيروس ايبول، ويتنبأ انه سيصيب العالم، وبعد 17 سنة صارت، وانتشر الفيروس في غرب افريقيا. التنبؤ الثالث هو بفوز فريق امريكي في كرة القدم للبنات. حلقة عرضت قبل سنين تنبأ المسلسل بفوز الولايات المتحدة كأس العالم كرة القدم للبنات، وفعلا في 2015 فاز المنتخب الامريكي بالبطولة. تنبؤ الرابع بيكيمون. في حلقة عرضت عام 1999 تم تصوير لقطة باين فيها شباب يلعبون لعبة تشبه بيكيمون، وفي عام 2016 نزلت اللعبة. التنبؤ الخامس بالتكنولوجيا الواقع الافتراضي. في حلقة عرضت عام 1990 تم تصوير شخصيات وهم لابسين نظارات واقع الافتراضي لمشاهدة كوكب قريب. التنبؤ السادس بهجوم النحل على البيت الأبيض. في حلقة عرضت عام 1998 تم تصوير هجوم النحل على البيت الأبيض، وفعلا في 2009 صارت مشكلة سببت في الهجوم. التنبؤ السابع بحادث تسريب النفط في خليج المكسيك. هذه الحلقة عرضت في عام 1990 يتم فيها تصوير حادثة بسبب في تسريب النفط في خليج المكسيك، وفي الواقع صارت المشكلة هذه في 2010. التنبؤ الثامن هو بفوز جائزة نوبل. في حلقة عرضت في 2010 تنبأ المسلسل بفوز جائزة نوبل في الأدب، وفي عام 2016 فاز بوب ديبيل الشخصية التي استلمها منها إلى هوس. وهيك نقولكم إن وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش لايك والاشتراك وزر الجرس باش يوصلكم كل جديد، واكتبوا لي لقطة تبوا محتوى جديد، وقيموا الفيديو هو من 10. وهي تشاو.